مصر زمان كانت ثلاث طبقات: طبقه فقيره، طبقه متوسطه، الطبقه الغنيه، وفي بقى فوقهم الكريمه اللي هم شويه يتعدوا على الصوابع. دلوقتي تلاقي مصر عباره عن ايه؟ عباره عن مصر والمصريين وايجيبت والايجيبتويه، اللي هم بيبصوا دول المصريين. وتلاقيه ماسك تليفونه كده بيشوف الفيديوهات اللي احنا بنعملها، يقول لك المصريين هم دولات الايه، نفسنا ناكل اكلهم ونلبس لبسهم ونشرب شربهم، مصريين دول عجاب. فده حال البلد دلوقتي. هل بكره هنلاقي فيه تقسيمه جديده بعد مصر وايجيبت؟ الله اعلم يعني. يمكن يطلع كده وتلاقي الواد حلو كده يقول لك عاوز اكل الجرين برجر بتاعكم، تحفه. ياي ياي يا ابن اولاد اللذينه، يا اولاد اللذينه، جرين برجر يا اولاد ايه يا شيماء، تخليك جدع كده وذكر ياض. خليك ذكر كده ياض، وخش كده وقول بدل هاي مان. ايه هاي مان دي؟ صبح شيء يعني، خليك جدع كده. فمين دول اصلا بقى؟ تدور كده وتعيش على المنطقة، مين دول؟ جم منين؟ تلاقيهم مثلا ايه؟ دول اهاليهم اللي كانوا الطبقة المتوسطة اللي اختفت في ظروف غامضة، وكانوا الباحثين بيدوروا عليهم، واخيرا لقيناهم والحمد لله. لقينا الطبقة المتوسطة دي اللي كانت طبقة متوسطة، منهم من سافر الى بلاد الواق الواق يشتغل ويجيب فلوس، ومنهم اللي اشتغلوا تجار في مصر فبقى معاهم فلوس، فدخلوا عيالهم مدارس انترناشونال اجنبيه، وعاوزين ينسوا بقى ان هم كانوا طبقات فقيره ومتوسطه، فربوا عيالهم على الغالي والثمين. وعيالهم طالعين طبعا ما يعرفوش حاجه غير حدود الكومباوند بتاعهم واصدقائهم في النادي والدراسه و... وكده يعني. ما يعرفوش بره الحدود دي، ما يعرفوش امبابة والويلي والزاوية واسيوط وسوهاج وقنا واللي منها والحتت دي كلها. ما يعرفوش هم الاماكن دي. هم يشوفوك بس ايه وانت بتعمل فيديوهات مثلا، فيبص كده ايه ده ياي، مصريين مصريين، عجيب عجيب. بس هو ده كل اللي يعرفه عن المصريين. لكن لا، ده ياخد السيارة بتاعته ويطلع على الساحل، يختص غطستين ويرجع على كومباوند في هناك عندها. مم. قول لي رأيك ايه في الكلام ده بكل منتهى الصدق والأمانة. قول رأيك. صباح الفل.